في الوقت ده من كل سنة في مصر بيكون كل الناس بتستعد للشهر رمضان، وعادة في المناطق الشعبية كل الشباب بيعملوا زينة ونور لاستقبال الشهر دوت. بس عندنا بقى في منطقتنا منطقة الزاوية الحمراء، وبالتحديد في مدينة النور شارع مصطفى شعبان، قررنا ان احنا نعلق على نفسنا ونعمل احسن ما بنعمل كل سنة لحد ما وصلنا للنتيجة دي. ما شاء الله، يعني عايزين يسعدوا ويبسطوا الاولاد الصغيره، لان السنه اللي فاتت كانت الدنيا وحشه خالص، ما كانش في رمضان اصلا ولا اضاءه ولا مفيش حاجه، مفيش حد كان مبسوط من الاخر ولا كبير ولا صغير. هما شباب سويين يعني، عشان كده فكروا الفكره الحلوه دي، وما شفناش منهم حاجه وحشه، اشتغلوا بذمه، اشتغلوا بضمير، بفدائيه. كان عندهم طموح. البداية بالظبط كانت في آخر شهر رمضان اللي فات، وبالتحديد في شهر 5. ده كان بقى وقت البلاننج، التخطيط، ان احنا ازاي نعمل الشارع، ازاي شكله النهائي يبقى عامل ازاي. بدأنا ان احنا نسكتش ونعمل ديزاينات نوريها للناس. طبعا انت لما تطلع تقول لحد انا هبيض وهعمل كذا، هو مش مستوعب، عايز يشوف حاجة فيجوالي بعينه قدامه. فبدأنا ان احنا نعمل سكتش ونعمل موك ابس وحاجات للشارع عشان نعمل فوتنج وناخد اكبر عدد من الناس هيبقوا معجبين مثلا بالديزاين دوت، وهو ده الديزاين اللي هيتنفذ. احنا طبعا كان في كذا ديزاين، وعرضنا كل الديزاينات دي للسكان بتاعت الشارع، عشان برضو كنا المفروض برضو ناخد كل رأي كل واحد. وفي الاخر رسينا على الديزاين بتاع كميل ولالا، وهو ده الديزاين اللي الناس كلها شاركت وقالت لنا دوت احلى حاجه، فقدرنا نعملها. الفكره اتعرضت علينا، وافقنا طبعا وفضلنا في ظهرهم وعملنا كل اللي هم عايزينه. واسلام طبعا يعني هو اللي فكر في كل حاجه، واحنا ساعدناه طبعا، كلنا ساعدنا بعض وجبنا الحاجه والسقالات. وكان في حاجات كتير جدا طبعا عواقب حصلت، ترتيب السقالات، ان انت تجيب الالوان، اللوند، السلك، كل حاجه. والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا كل حاجه وانا مبسوط. واي حد طبعا يعدي من الشارع ويشوف المنظر دلوقتي هيبقى مبسوط. هي الفكره ابتدت ان احنا كل سنه لازم اسلام وطارق يعملوا حاجه جديده. انا اولا مش من الشارع عند اسلام وطارق، انا من الشارع اللي جنبهم، وكل سنه كنت بنبهر باللي بيحصل في الشارع. السنه اللي فاتت ما حصلش في الشارع اللي احنا منتظرينه من اسلام وطارق بسبب الظروف اللي كانت بتحصل من الناس، اللي بقى بيجي يقطع فرع النور، اللي بيقطع الزينه، حاجات من دي، فهم اتضايقوا فما عملوش. فالسنه اللي فاتت كانت تحس ان رمضان في الشارع كان كئيب. السنه دي حبوا يعملوا فكره جديده، طبعا ما حصلتش في منطقه شعبيه قبل كده، والفكره جت من قاعده واحنا قاعدين في الشارع. الفكره ما جاتش واحنا بنفكر والكلام ده، الفكره جت واحنا قاعدين قعده الشارع. الفكره بدات من هنا، اسلام بدا يفكر طب نلم فلوس، ندور مع بعضينا الدنيا ماشيه ازاي، فمن هنا بدات القصه. جه اسلام فكر في فكره ان احنا نعدي من الشارع ونبيض الشارع، وعمل نظام هو وطارق، وعمل ديزاين للشارع. بعد كده كلمنا حد عشان يجي يبيض الشارع بعد ما عملنا جزء من الفلوس، لان التكلفه عاليه قوي علينا وبرضه ما وصلناش للحاجه اللي احنا عايزين نعملها. بعد كده عدنا تاني التفكير والحسابات، واسلام حسب الحسابات تاني من اول خالص وقال لك احنا هنعمل كل حاجه بايدينا، ودخل على النت قعد يجيب ديزاين، رسم الرسومات على ارض الواقع، نزلنا جبنا بوهيه، عملنا كل حاجه بايدينا. واكتر حد تعب فيهم اسلام وطارق، وكله كان بيقول لك حسام ما يعملش اي حاجه، بس انا محدش يعرف ان انا كنت عامل عمليه اساسا، مش هقدر اشيل ولا احط ولا اطلع سقاله ولا انزل. بس انا والله كل اللي بعمله ان انا بحافظ عليهم كامان، اي حاجه هم عايزينها بحاول انا اساعدهم فيها. دوري الاكبر كان في شغل الكهرباء، ان احنا اول حاجه عملنا الفرع، بعد كده جبنا اليافطه، هي كنا ركبناها قبل كده بس احنا كنا بنخلي كنا بنخلي الكلمه يعني ثابته بكلمه رمضان كريم. فقلنا نفكر في فكره جديده ان احنا نجيب اردوينو. ابتدينا جبنا الاكواد، قعدنا نكتب الاكواد ونجرب، ولغايه ما خلينا نتعمل زي فلاشنج كده بس، وركبناها. ودي كانت فكره يعني جديده ان احنا نعملها. وعملنا كابل مانجمنت عشان معظم السلوك يعني كانت على البيوت كانت منظرها وحش شويه، وعشان نلم الاسلاك جواها. مبدئيا انا مش من الشارع، شفتهم اللي هم بيعملوا فحبيت ان انا اشارك معاهم عشان اكون جزء من التيم، مثلا يعملوا حاجه كويسه تفرح الناس. فحاولت بقى ان انا اساعدهم على قد ما اقدر، كنت اخلص شغل واجي اعدي عليهم بعد ما اخلص، نفضل قاعدين في الشارع وبنعمل وننصب سقالات ونبيض وكده. المواقف الصعبه ان احنا يعني اول مره ان احنا في ناس كتيره مننا ما وقفتش على سقالات قبل كده،
كده، وان احنا نشتغل بايدينا ونطلع معلش لحد الدور الثالث والتاني، كل دوت على سقالات وعلى سلالم. بالنسبه لنا صعب عشان اول مره ان احنا نعملها، والفكره كمان ان احنا يعني ايه يعني ما عملناش الشغل ده قبل كده خالص، يعني دي كانت اول مره بالنسبه لنا، وان احنا نتايب وبعد كده نشتغل بالبويه وبعد كده نحدد كمان بكباشير وبعد كده نحدد بمقاسات، يعني كل حاجه يعني مش وهميه ولا اللي هي باي حاجه وخلاص، حاجات كانت كلها متصممه. هو الظروف بتاعت الجو كان ساعات الدنيا بتنطر علينا، ساعات كنا بنطبق بالايام عشان نخلص الشغل بسرعه. حاجات بتقابلنا صعبه بس كنا بنحاول نعديها بالهزار والضحك ونرمي على بعض ابويا ويهزر هنا تعمل كده ليه، لا هزر عادي، وكنا بناخد الموضوع بضحك وبحب عشان احنا كلنا بنحب بعض، شغالين مع بعض عشان نعمل حاجه كويسه، فمش هينفع واحنا شغالين نقفش ونزعل من بعض، لا بالعكس احنا كنا بنهزر وبنضحك والدنيا كنا بناخدها بكل اريحيه. كان ممكن مثلا واحد يتريق عليك وانت ماشي وغيره بقى وغيره، ممكن واحد يجي واحنا واقفين مثلا وانت واقف على السقاله يجي يهزلك في السقاله، لا هو اللي اشتغلوا معايا يعني عادي، احنا كنا قد المسؤوليه ووقفنا جنب بعض وعملنا كل حاجه يعني على الحلوه والمره وكنا بنواسي بعض، وفي ناس كتير برضه ما وقفتش جنبك، اللي هي في الاخر اساسا انت هم يجوا في الاخر في المشهد ان اكتملوا الكلام ده هم يحطوا نفسهم بس. ورغم ان الناس كلها ما كانتش حابه الموضوع ويحبطوهم، فقلت لهم كملوا، وفضلت اساعد بيهم على قد ما اقدر انه حابب ان هو يكون حاجه من اجمل شوارع مصر، وان برغم ان مثلا بعلاقات ان انا مثلا زبايني مثلا جبت لهم مثلا بارخص اسعار للبويه ان هو عشان يكملوا، رغم ان الناس ما كانش حابه ان هي تساعد اصلا لاي حد في اي حاجه منهم، كلهم بيحبطوهم اشمعنى مثلا الجزء اللي ورا لا الجزء اللي قدام احسن. اكبر عقبه لما طارق وقع من على السقاله كانت دي صعبه علينا. اصعب لحظه حصلت وقعدت أنب نفسي كده لدرجه ان انا قعدت بتاع اسبوع مثلا مش طايق المنظر وحاسس باللي حصل في ساعتها، والموضوع عمال يتكرر في دماغي. انا واحد صاحبي روحه كانت هتضيع بسبب حاجه زي كده، قلنا خلاص ان هي كل حاجه اتلغت مفيش حاجه هتكمل، بس الحمد لله قام يعني بالسلامه وقدرنا ان احنا نكمل. كنا بنبيض خلصنا فهو بيلم الحاجة وقع ومعرف واسلام من لحق دماغه، هو حمد ربنا، هو ربنا بيحبه. طارق وقع من على السقاله، خلاص كنا خلصنا شغل اليوم ده وطارق كان بيلم السقاله واحنا بنلمها معاه، بس طارق اللي كان فوق الحمد لله وقام بالسلامه وما فيهوش اي حاجه، وخدنا الخطوه اللي بعدها ان احنا نكمل، لا ما نوقفش عند كده، احنا قادرين نعمل اكتر من كده، اللي خلانا نعمل ده نوصل اللي بعد كده، وهكذا فضلنا لحد ما خلصنا الشارع بيوم. طارق لما وقع طبعا كله خايف يطلع السقاله، بقينا بقى شغالين بحذر. كل اول كنا ما نربطش السقاله كانت بتبقى عامله كده وكنا شغالين عادي يعني، طبعا مش واعيين، اول مره نطلع السقاله اول مره نشتغل نقاشه مش في كل الكلام ده خالص. طارق وقع، انا كنت معاه نفس السقاله اللي وقع، كنت في الدقيقه اللي هو وقع فيها انا نزلت طلعت سمعت السقاله بتتكسر، نزلت لسه طارق وقع في السقاله. هنا بقى وقفنا بقى خالص ما اشتغلناش تاني، قعدنا كده كام يوم لغايه ما طارق خف. كنت راجع من الشغل فحبيت ان انا اجي على نفسي اكتر ان انا اشتغل برضو في الشارع، فكنت بصراحه اليوم دوت كنا سهرانين وكنت مجهد بطريقه فظيعه، بس كنت عايز اخلص، فجت غلطه وانا قاعد فوق على السقاله بحرك نفسي فوقعت، فالناس حبوا عشان الحركه دي ما تكررش تاني، حبوا ان هم يامنوني اكتر، كنت سيفتي اكتر، فجابوا لي وين. كنا الساعه 12 بالليل مثلا، الناس اتفاجئت بصوت عالي وفي صوت دوشه وكده، فخرجوا بصوا من البلكونات لقوا في winch واحنا واقفين على winch وطالعين وبنصلح وبنعمل وبنبيض، فطبعا الناس استغربت العيال دي مجانين جايبين winch عشان يبيضوا بيه وكده، فاحنا كنا جايبينه كان في ادوار عاليه عايزين نخلصها باسرع وقت، وكان معانا تحدي ان الونش دوت المفروض ان احنا معانا وقت 6 ساعات نخلص فيه واجهتين بيوت من الشارع جوه والواجهه الاماميه على الشارع العمومي، فده كان طبعا تحدي ان احنا في 6 ساعات نخلص بيوت ده كله، فكان موضوع لذيذ وتشالنج حلو ان احنا نعمل ده. ابتدينا من شهر 9 وكنا حاطين بلان لنفسنا ان احنا لازم نخلص المشروع بتاعنا دون قبل الميعاد المحدد من اللي احنا كنا قايلينه 22/12، وده كان حد فوق ما يعني الناس ما تتخيلوش. موضوع ترتيب البيوت واليوفط دوت بقى كان عندنا ازمه فيه ان احنا في شارعنا البيوت متلخبطه، يعني ممكن تلاقي تاني بيت رقم 20 وتلاقي اخر بيت رقم 10، فبدانا ان احنا نعمل سيكونس للبيوت وترتيب صح. بدانا ان احنا نخلي مثلا في ناحيه
من الشارع ده زوجي والناحيه التانيه فردي، وعلى اساسه بدانا نرقم البيوت، فبقت مترتبه من 1 لحد مثلا 20، الترتيب كله صح وسيكوينشال ورا بعضه، مفيش حاجه سابقه حاجه، او في رقم يبقى مثلا 2 في اخر الشارع ويرجع تاني رقم 20 في اول الشارع. البياض اللي معمول ده مش معمول كده بعشوائيه، ولا معمول بنظام بهندسه. المهندس اسلام انا شايفه مهندس، مش شايفه غير مهندس، ما يقدرش اقول عليه كده اسلام بس، هو اسلام مهندس فعلا، كان بيعمل كل حاجه بمقاس. وطارق ربنا يديله الصحه كان بايده، كان بيعمل بايده كل حاجه، واحنا طبعا معاه، بس هم دول اساس المشروع، اسلام وطارق، ان هم دول صحاب الشارع، يعتبر انا شايفهم صحاب الشارع. الاكيورسي والدقه بتاعت كل حاجه كانت مظبوطه بالسنتي، يعني ما كانش فيه مثلا حاجه بنتسامح فيها، مش في توليرنس خالص، هو دي 90 سم خلاص هي 90 سم، دي 100 هي 100، 99 سم هم ال 99 ولا هيزيدوا ولا هيقلوا. واللي ساعدنا على كده الشباب، انا كان قليل قوي لما كنت بطلع السقاله، فكنت بخلي الشباب يطلعوا وكنت بقول لهم مثلا بجايد معاهم اعمل في الحته الفلانيه وبوينت على مكان معين، كانوا بيظبطوا كل حاجه، فده كان عامل اساسي، يعني هم لولاهم ما كانش الحاجه دي حصلت. بالنسبه بقى للامهات كان سبورت كبير لينا بصراحه، احنا كنا اي حاجه كنا بنعوزها او ما بنتكلمش او بنتكسف فيه، كانت شباب كتير كانت بتتكسف انها تطلب، ولا هم كانوا بصراحه كانوا موفرين لنا الحته دي. بالنسبه للاكل لو في عصاير شاي بقى، في ناس بتبقى فينا بتحب الشاي، في اللي بيحب العصير بصراحه، والاكل كانوا موفرينها جامد. طريقة اللم ده مشوار كبير بصراحة. اللم كان عشوائي، جه اسلام قال لي طب احنا كده مش هنقدر ان احنا نحقق التارجت اللي احنا عايزينه، فقلت له طب ايه الحل؟ قال لي احنا هنعمل شيت كده ونشوف اسامي اللي موجودين في الشارع، وكل جمعة نطلع نخبط على كل واحد وناخد منه جزء بسيط، اللي يقدر يدفعه ماشي واللي ما يقدرش يدفع خلاص عادي. بالتالي عملنا كده، في ناس بصراحة ساعدتنا كتير وقدرنا حققنا جزء، مش اللي احنا عايزينه كله بس حققنا جزء منه. كل جمعة بنلم من ناس مبلغ معين، في طبعا اللي بينفض وفي اللي ايه بيدفع. احنا رمضان اللي فات ما عملناش حاجة عشان خاطر ان احنا كانش حد بيدفع فلوس، ما كانش حد بيساعدنا، كان كله مفكر ان احنا ناخد الفلوس منهم نجيب بقى اكل وشرب ونقضيها على اخر السنه اللي قبل اللي فاتت. عملنا فرع نور، فجه حد قطع الحبل بتاع الفرع نزل كله اتدغدغ، فبعدها اسلام وطارق قال احنا مش هنعمل حاجه تاني عشان خاطر احنا محدش بيقضي احنا بنعمله. فجينا السنه اللي فاتت دي ما كانش في رمضان خالص اصلا عدى عندنا، فجينا بعديها لما الاطفال كانوا زعلانين، ناس في الشارع قال لك احنا عايزين نعمل فرع النور تاني ونعمل زي بتعملوا كل سنه. فجه اسلام فكر في فكره ان احنا نعدي من الشارع ونبيض. والله انا لقيتهم مجتمعين في الشارع وبيتكلموا في الموضوع، فقلت اشوف بيعملوا ايه، يعني زعلانين دول ولا بيتخانقوا ولا ايه دول، مش عارف. عملوا لا نجيب هنا ونحط هنا، قلت لهم في قالوا ده في مشروع هنعمل ايه هنا للشارع وهنوضبه وهنخليه احسن من كده، فقلت لهم والله فكره كويسه، والله ده انتم احنا ما فكرناش في الموضوع ده خالص، ده انتم برافو عليكم والله. هما شباب سويين يعني، عشان كده فكروا الفكره الحلوه دي، فاحنا برضو كناس كبيره دخلنا معاهم في الموضوع، لان هم برضو ناس محترمه وما شفناش منهم حاجه وحشه، اشتغلوا بذمه، اشتغلوا بضمير، بفدائيه، كان عندهم طموح اكبر من كده، بس هي الماده اللي حصرهم في مكان، لان المشكله ان في ناس ما فيش في دماغها الكلام دوت، لا التنظيف ولا الكلام ده، هو عايز ياكل ويشرب ينام، سلام عليكم. كل الناس كانت واقفه ضدهم، ما كانش حد مأيدهم كتير في الاول، كانوا حاسين ان ده سراب حلم. انا حبيت اساعد معاهم عشان خاطر اسلام وطارق، لان انا بحس ان الموضوع مشرف. لما عملنا يافطه رمضان كريم كانت فكره جديده، فانا لما هنا قالوا الفكره بتاعت البياض دي كانت فكره جديده وكانت فكره شبه مستحيله، وانا من الناس اللي كنت بقول احنا ازاي هنقدر نعمل كده، بس لما حطينا كلنا ايدينا في ايد بعض قدرنا ان احنا نطلع اللي حصل في الشارع، وده كان بالنسبه لناس كتير مستحيل، بس احنا قدرنا وقدرنا نثبت للناس دي ان مش مستحيل طول ما احنا مع بعض. كلنا كنا قلبنا على قلب بعض، وكلنا كنا بنشتغل مع بعضينا، واللي بيتعب التاني بيطلع يكمل مكانه، كان كل واحد متخصص برضك بحاجه، يعني في اللي بيتايب، في اللي بياخد المقاسات، في اللي بيدهن، كل واحد يعني كنا مخصصينه لحاجه. بشكر الناس اللي احبطتنا دول جدا جدا جدا، عشان احنا دولت اللي خلونا نكمل الشارع، دولت خلونا عندنا اصرار اللي احنا هنعمله، عشان هم كانوا بيتريقوا وكانوا بيقعدوا يعدوا من الشارع، انتوا سودتوا الشارع، انتوا مش عارف عملتوا ايه فيه، دهنتوا كله اسود ليه؟ ثبتنا لهم ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه كويسه، حاجه محدش شافها قبل كده وعملناها، والناس اللي هي كانت معترضه هي انبهرت اصلا. في
ناس احبطتنا بس في الاخر اتبسط من اللي حصل في الشارع. اللي هم ما تحبطوش حد، خلوا الشباب تاخد فرصتها وكل واحد اللي شاف حاجه يعملها صح. ما تحبطوش الشباب وسيبوهم ينفذوا افكارهم عشان ممكن يعملوا حاجه حلوه ومفيده للبلد يعني. والله برضه ناس احبطتنا، ويعتبر اللي كان معانا في الشارع كله بيساعدنا يتعدى على صوابع الايد بجد، هم 10 تنفار. باقي الشارع كله محدش كان بيساعدنا في حاجه. سخروا منهم، وفي الاخر لما لقى الشارع نضف وبقى ليه رونق وازدهر حقيقي عجبني. وفي ناس كمان مندهشه كل شويه يتكلموا، طب ما انتوا كنتوا فين الاول؟ هم كانوا فاكرين ان الشباب مش جادين، فلما شافوا النتيجه عرفوا ان الفلوس اللي هي اتاخدت اتعملت في المكان ده بل وازيد، وكان فيهم ناس بتضحي من فلوسها من جيوبها كانت بتجيب الاكل للشباب من معاها. كانت الساعه 3 بالليل و4 بالليل ويسهروا، ما ازعجوناش، ما حسيناش بيهم هم شغالين، ولا واحد بص على واحد ولا واحده ولا في دماغهم الكلام ده. اللي يعمل التطور ده والانجاز ده عقليه نظيفه، جواه هنا نظيف، عيال متربيه، انا افتخر بيهم. ما يشرفني ان يكون دول عيالي كمان، يعني كنت اتمنى في يوم من الايام يكونوا دول فعلا عيالي من صلبي، عيال محترمه فوق الوصف، لا اب وجه ولا ام وجهت اذهانه، هم من نفسهم وتوجهوا وعملوا الكلام ده، يشكروا على اللي هم عملوه. وفي فكره قبل كده هم عملوها، كان بتترمي القمامه قدام باب الشارع، كان منظر مقزز، وقفوا وعملوا اسفلت وعملوا خرسانه. النهارده الناس في الشارع عندنا ما بقاش ترمي الزباله على باب الشارع، معلش يعني هم حركوا حاجات كتير كانت ناقصانا، كنا بندور عليها بس ما كناش عارفين نعملها ولا نقدر نواجهها، هم واجهوها. ابطال ابطال ابطال. بشكر الناس ان هي ساعدت معانا بكل كلمه كويسه، وبشكر الناس اللي هي ساعدتنا بان هي مثلا بمجهودها كان بكلمه كويسه، وربنا يسامح مثلا الناس اللي هي مثلا ما حبتش ان هي مثلا ولا تساعد بفلوس ولا تساعد حتى بكلام كويس. يعني ما يحبطوش حد، ما يحبطوش افكار الشباب. عندهم افكار كويسه، لازم ندعمهم ان هم بيعملوا حاجه احسن. وانا لو ما كنتش هقف جنب حد عايز يخلي الشارع حاجه حلوه هقف جنب مين؟ لازم اقف جنبه طبعا. هم دلوقتي برضه لحد دلوقتي هم بيحبطوه، بس هم بيحبطوك بس هم من جواهم مش يعني هو الكلام ده مش حقيقي. هم شايفين ان احنا عملنا واللي احنا قلناه اتعمل. هترد لا، اللي زي دول انت اخرهم بس يتكلموا، ما تسمع لهمش اساسا. كنا بنوصي بعض مثلا، ده يقول لك ما تسمعش لحد، احنا بنعمل حاجه نضافه لينا. من اكتر الحاجات بقى اللي كانت بتبسطني بجد ان لما كنت بشوف حد بيدخل الشارع او حد جاي زياره لحد عندنا او الاشخاص معديين عادي من قدام الشارع سواء ماشيين او راكبين، الناس كانت بتبقى مبسوطه لدرجه ان في ناس بتخبط في عربيات وبتاكل المطب عشان يصوروا الشارع او ينزلوا ويعرفوا ده معمول ازاي. كذا حد يكلمنا مفكرنا ان احنا مقاولين وعايز يقف معانا ويقول لنا المتر بيتعمل بكام عشان تيجوا تعملوا عندنا. الجيران اللي في الشارع اللي جنبنا كانوا بيعدوا علينا ويقولوا لنا انتوا هتيجوا تعملوا الشارع عندنا امتى وتخلصوا هنا وتجوا لنا امتى. فالحاجات دي كانت بتسعدني وكانت بتخلي الحاجات الوحشه والحاجات السلبيه النيجاتيف كلها كانت تتمسح بمجرد ما هم يعملوا حاجه زي كده، فده كان بيبسطني بجد. انا بنزل اروح شغل الصبح الاقي الناس واقفه بتتفرج في الشوارع، اللي بيقف يتصور في الشارع، الناس رايحه جايه، موظفين، اي حد بيعدي لازم يقف يتفرج على الشارع. والناس كانت بتيجي تسال وهو احنا شغالين في الشارع مفكرين ان احنا جايبين ناس يعني مأجرينهم يشتغلوا يعملوا الالوان، ما يعرفوش ان احنا بنعمل بايدينا يعني. وان شاء الله هنبسط الاطفال الصغيره وفي رمضان السنه دي واحلى رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه دي رمضان احسن عندنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله رمضان عندنا احلى. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله رمضان السنه عندنا احلى. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان عندنا احلى ان شاء الله.
طيبين، رمضان كريم. الله اكبر، كل سنه وانتم طيبين.